كفتة بانيه بطعم وريحة زمان، بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. سهلة وبسيطة جدا وطعمها خطير. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة وبصلتين مبشورين ناعم. هاخد جزء من البصل وانزل بيه على اللحمة المفرومة وارش عليه رشة من الملح والفلفل. هسيبه على جنب وهاخد بقية البصل بقى. هبدأ ان انا احمره على النار في معلقة سمنة صغيرة في طاسة كده. بمعلقة سمنة هناخد باقي البصل ونحمره. انا عاوزة البصل يتكرمل ياخد لون ذهبي كويس، يبقى لونه حلو يعني. بعد كده هنزل على البصل ده ب3 معالق من الدقيق، 3 معالق كبار هرميين كده، وهقلبهم كويس. هقلب الدقيق مع البصل كويس بعد ما تكرمل طبعا، وكمان معلقة زيت. الزيت بيخلي قوام الدقيق ناعم. وهقلب كل ده مع بعض لغاية لما يعمل لي عجينة. بعد كده هسيبه يهدى شوية وهبدأ اتبل اللحمة. انا بتبل اللحمة برشة من جوز الطيب، رشة حبهان، رشة قرفة، رشة من الكبيبة الصيني. ممكن تحطي بقى ال7 بهارات زي ما تحبي، بس انا مش بحب يعني اكتر في التوابل عشان طعم اللحمة نفسه ما يروحش. بعد كده لما العجينة بتاعت الدقيق والبصل هديت، يعني الحرارة بتاعتها هديت، هبدأ بقى انزلها على اللحمة وعجنها كويس جدا لغاية لما اتأكد ان اللحمة كلها دخل فيها الدقيق والبصل. هنسيب الكفتة في التلاجة نص ساعة بس ترتاح. وهجيب بولة فيها بيضتين وملح وفلفل وكمان معلقة لبن كده صغيرة. وهنغلف الكفتة، هنصبعها ونحطها في البيض والبقسماط. انا بحب قوي لما اجي اعمل اي حاجة ببيض بقسماط، اي حاجة هنغلفها يعني اعمل لها كفر كده بالبيض والبقسماط او دقيق، يعني بانيه، كفتة، ناجتس. بحب قوي ان انا افتح اكياس تلاجة كده، بتسهل قوي الشغل وبتخلي الدنيا كده واسعة معاكي في الاستخدام، غير لما تبقي محكمة في طبق او علبة قدامك. يعني بتبقى الدنيا معاكي واسعة كده تقدري تستخدميها. بعد كده هتحمريها بقى بزيت غزير او هنحطها في الاير فراير او في الفرن زي ما تحبي. انا حطيتها في الاير فراير من غير اي دهون خالص، من غير ولا نقطة زيت، وظبطتها على درجة حرارة 180. بتاخد من 15 ل20 دقيقة. بنقلبها في النص. شايفة هي منزلة دهون ازاي؟ منزلة دهون بكمية كبيرة جدا، هي فيها اصلا نسبة دهون فمش محتاجة ان احنا نزود عليها دهون تاني. الكفتة دي يا جماعة طعمها خطير وبتبقى طرية جدا وهشة من جوه. ممكن كمان تحطي في العجينة معاهم شوية بقدونس. يا ريت تجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.